اول حاجه وهي ان يانيك فيريرا غير طريقه خروج الزمالك بالكوره. ازاي يا عم اسلام؟ تعال نشوف بالحالات. من مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا زي ما انت شايف الزمالك كان بيخرج بالكوره بثلاثي ورا اللي هو الاثنين قلب مدافعين ينزل ما بينهم دونجا، فالزمالك بيحاول يخرج بالكوره من خلال هذا الثلاثي. من مباراه المقاولين العرب نفس الفكره بالظبط، ادي الثلاثي حسام عبد المجيد والونش ما بينهم نبيل عماد دونجا. طيب يا صديقي العزيز، ده اللي كان الزمالك بيعمله قبل كده، وده كان معطل الزمالك. كان تحس ان الترس مش ماشي في الخروج بالكوره، لان دونجا انا اسف مش هو اللعيب اللي خرجك بالكوره. ما عنده، مش هي يعني، هي في الاول وفي الاخر مش بنعيب في دونجا، بس هي مميزات لعيبه. ربنا بيدي لكل لاعب ميزه عن اللاعب الثاني. فالزمالك كان بيعطل في الخروج بالكوره، والحلول اللي قدام ما كانتش افضل حاجه. طيب يانيك فيريرا عمل ايه في المباراه مودرن سبورت؟ غير الفكره دي عشان يطور الخروج بالكوره. زي ما انت شايف امبارح دي كوره مع خوان الفينا اللي عليه دايره سوداء تحت. بص الثلاثي اللي ورا هنا خوان يانيك فيريرا غيرهم، بقى عباره عن محمود الونش في النص، شمال حسام عبد المجيد، يمين عمر جابر، وقدامهم عبد الله السعيد وشحاته الاثنين، وبنتايج وناصر واخوان الفينا وشيكو بنزا وعبيد الدباغ. دول المجموعه اللي بتتحرك في انصاف المساحات او في ظهر نص الملعب، اللي هم بقى يدوا اريحيه للزمالك ان هو يخرج بالكوره عن طريق الناس المميزه اللي هي خرجت بالكوره، اللي هو مين؟ عبد الله السعيد رقم واحد، شحاته رقم اثنين. ليه بقول شحاته رقم اثنين؟ لان شحاته في المباراه امبارح ما عملش الدور ده كويس، لكن عبد الله ده قصه وجايين في الحلقه لسه. طيب هل هي صدفه يا صديقي العزيز؟ تعال نبص مره ثانيه في نفس مباراه مودرن سبورت تاكيدا للحاله. الونش في النص، عمر جابر يمين، عامل لك اسومه موجوده، حسام عبد المجيد شمال، قدامهم الثنائي بتوع نص الملعب. فما بقاش يانيك فيريرا بينزل واحد من نص الملعب، هو غير التوليفه والطريقه. استغنى عن دونجا ان هو يخلي الونش اللي في القلب وعمر جابر يرحل ثالث. فهنا الزمالك بقى عنده اثنين يخرج عليهم بالكوره، شحاته وعبد الله، بعد ما كان واحد منهم بينزل اللي هو دونجا الاول ينزل تحت، فبخسر واحد يخرجني بالكوره. هنا يانيك فيريرا تطوير الفكره، نقطه تحسب للراجل.